من ضمن الاولويات عندي انا حطاها الاقتصاد. الوقت ده الاقتصاد بقي يعني من اولوياتنا نظرا لعدم الاستقرار. اسيوط محتاجه ان احنا نفتح فرص عمل فيها للشباب، قد ايه بطاله موجوده فيها، مع ان احنا عندنا امكانيات كويسه قوي في المحافظه الحقيقه. عندنا امكانيات في المحافظه، عندنا مدن صناعيه مش مستغله بالقدر الكافي، عندنا مساحات ممكن في مدن جديده زي اسيوط الجديده الحقيقه برضو ما ادتناش الامال اللي احنا كنا عاقدينها عليها. وعندنا كمان امتداد من ناحيه الهضبه، يعني احنا ممكن ندخل الامتداد ده ونعمل مدينه جديده ونركز فيها، الامور هتكون افضل كتير. يعني على الاقل تتاح فرص للشباب اللي هو مش قادر. وعندنا كمان امكانيات سياحيه، يعني اسيوط من البلاد اولا هي محافظه في يعني وسط المكان، من يعني في وسط القطر، واحنا بناخد مكان متميز. اسيوط ممكن انها فيها شبكه نقل كويسه قوي، عندنا 3 طرق بتجمعنا بالمحافظات الثانيه، عندنا الطريق الغربي والطريق الزراعي والطريق الشرقي والطريق الجيش، عندنا طرق كتير قوي مش مستغله بالقدر الكافي. الطريق الجديد اللي اتعمل اللي هو الطريق الشرقي اللي هو بتاع الجيش ده، القوات المسلحه عنده على الجانبين اماكن صحراويه كتيره جدا حاليا بقت ممهده، ليه مش بنستغلها؟ ليه ما نقدرش نعمل فيها مصانع، نعمل فيها يعني امكانيات كتيره قوي، نفسنا ناخد الافكار دي. على هذا الاساس انا الحقيقه تواصلت مع كتير من الناس اللي هم بيهتموا بالعمل الاجتماعي والمدني، وعندنا المنظمات كتيره جدا بتهتم موجوده في اسيوط. انا تواصلت بعدد من النشطاء وقلت لهم ادوني الملفات، ادوني افكار، واحنا نصيغ صياغه كويسه قوي وننقل الصوره للحكومه. يعني اتمنى ان الامور الاقتصاديه، وخصوصا انه اسيوط عندنا يعني اعتقد انها من اغلى او من تاني اغلى بلاد في العالم على قد تقديري، او ثالث اغلى بلد في العالم. الاسكان، الشقق، اسعار الشقق فيها بقت رهيبه جدا، اسعار الاراضي رهيبه جدا. ليه ده كله؟ يعني احنا ممكن نتوسع عشان الناس تقدر. النهارده الشاب اللي عايز يتجوز دي مش هيقدر يعني، فده طبعا حاجه الحقيقه مؤلمه، وحاطينها اولوياتنا باذن الله عشان خاطر المواطن الاسيوطي وشعب اسيوط اللي هو فعلا انتخبنا وليه امل فينا. فاحنا نتمنى ان احنا ما يكونش يعني ما نكونش ان احنا ادينا مهمه روتينيه، لكن نتمنى انه فعلا يجي اليوم اللي يقولوا احنا اخترنا الناس المناسبين في المكان.